اليوم لهذه الندوة المنظمة من طرف حزبي التقدم الاشتراكية والاتحاد الاشتراكي. هاد الحزبين اللي كيحييو الماضي ديال اليسار، الاوراج الاشتغال ما بين الحزبين هي دائما وابدا كانت مشتركه. عندنا اليسار، عندنا التقدميه، عندنا الحداثه، عندنا هم المجتمع، ومدونه الاسره تدخل في صلب اهتمامات المجتمع. الخطاب الملكي ديال عيد العرش 2022 والرساله المولويه ديال سبتمبر 2023 اللي من خلالها تيكلف السيد رئيس الحكومه لانه يشتغل على هذا الورش من خلال تشكيل واحد اللجنه اللي تم تحديد الاطراف ديالها، واللي بطبيعه الحال الاحزاب هي احد الاطراف المشاركه في هذا الورش هذا من خلال المذكرات اللي تقدمت بها. مذكرات حزب التقدم الاشتراكيه ومذكرات الاتحاد الاشتراكي هما مذكرتين تينصبوا في نفس الاتجاه. عندنا هم واحد، الاشتغال على مجموعه ديال الاوراش: النفقه واشكالياتها، التطليق ومشاكله، النسب والولايه الشرعيه، الحضانه، ثبوت النسب. اذا حتى من الفصل 400 تناولناه. هناك مجموعه ديال الاوراش التي يجب الاشتغال عليها، والتي كل شيء منكب عليها لا اللجنه ولا الاحزاب، في انتظار اننا نخرجوا مدونه اسره تناسب المجتمع المغربي، توازي النموذج التنموي اللي كيحمل الشعار ديالو المغرب. وهذا النموذج التنموي اللي في غياب امراه تتحقق ذاتها، امراه تتوفر على حقوقها،